في واحد بيقول: هل التوبة دافع شخصي أم إنها دعوة من الله للتوبة؟ زي ما بيقول: توبني يا رب فأتوب، أو أيتها العذراء هيا لي أسباب التوبة. هل معنى ذلك أن الله يهملنا ويميز البعض عن الآخرين باختياره لأن يتوب البعض ويذل الآخرين في حالته؟ ربنا بمجيئه على الأرض وضح لنا قد ايه محبته. محبته مش ممكن واحد يوصفها، واللي يوصفها يبرهن عن جهله. فمنذ القدم بيسعى لخلاص ونجاة كل فرد، وأرسل صوته عن طريق الأنبياء وعن طريق العجائب من أجل توبة النفس. لكن في ملء الزمان جه ربنا عشان يكسب النفس. في ملء الزمان هذكر لكم قصتين يبينوا محبة ربنا قد ايه. هذكر لكم قصتين. مار يعقوب السروجي قعد يتأمل مرة في توبة مدينة نينوى. احنا بنحتفل دايما بركة، ناخد بركة صوم يونان ومدينة نينوى. قعد يتأمل مار يعقوب السروجي على مدينة نينوى. قال ايه؟ قال مدينة نينوى زي امرأة زانية، زي بالضبط امرأة زانية. من كتر خطيتها ومن كتر شرها سابت نفسها للخطية ونامت، استسلمت تمام بلذة الخطية. فربنا ما احتملش، دي بنته ومتشوق زي ما بنقول في التسبيحة لخلاص ونجاة كل أحد. كل الناس ربنا بيحبها وعايز كل الناس يرجعوا له، وجه هو عشان يخلص كل أحد. فقال ربنا ايه؟ انا لازم اخلي الامرأة الزانية النايمة على روحها في الخطية واللي متمرمغة في التراب اخليها تقوم. هتعمل ايه يا ربنا؟ قال انا هجيب واحد اسمه يونان واقول له: يونان انا هديك قضيب من حديد، وادخل يا يونان على مدينة نينوى واضرب مدينة نينوى. فدخل يونان مدينة نينوى وكلماته زي قضيب الحديد، ورفع ايده عشان يضرب مدينة نينوى للمرأة الزانية النايمة. فبيبين مار يعقوب السروجي حلاوة ربنا. لا، القضيب ده لو نزل عليها وهي نايمة هتموت، هقضي عليها. احسن حاجة اعمل لها ايه؟ اروح اصحيها واقول لها انا هنزل عليك قضيب من حديد. يعني ربنا لو كان هينتقم ما كانش يعمل كده. كان فرصة، هي نايمة في الخطية وغرقانة في الخطية، كان يقضي عليه. فدي محبة ربنا اللي ما تتوصفش. في بستان الرهبان اتذكر، أنا القصة دي بتعجبني بشكل، أقول لربنا ليه اعتاد عندك؟ كل ما ادخل المذبح أقول له ليه اعتاد عندك؟ اللص التايب. فاللص التايب واحد ما يعرفش ربنا ابدا، وجه في يوم من الايام فكر فكره جهنميه. قال انا هروح دير الراهبات واعمل ايه؟ واسرق. بس عشان اسرق لازم البس لبس زي قمص دانيال، مش اللي اتجرد. قديس دانيال قمص بريد شهيد، وخد لبس قمص دانيال وخبط على الباب وقال لهم من بره انا دانيال. الراهبات فرحوا ان كانت ريحته حلوه بالحقيقه،
فرحوا جدا الرهبات ودخلوا يقابلوا مين؟ القمص دانيال. ودخل القمص دانيال عندهم. اول مرة الحرامي اللي يشوف حاجات زي كده من النوع ده، رهبات جايين، اجراس بترن، زفة فرحة، والرهبات كلهم جم، وشايف واحدة جاباله كده طبق كبير، وحد بيخلعه جزمته وحط رجليه في المية يغسلوا له رجليه، وهو باصص طبعا مش فاهم القصة. هو مش دريان ايه اللي بيجري، حط رجليه في المية الراجل ده وهم مبسوطين بيقولوا له الحان وترانيم ومبسوطين جدا. من مين؟ ده القمص دانيال. وفي رهبة موجودة فيهم عامية، قالك لا خسارة المية بتاعت القمص دانيال دي تترمي، مش ممكن، ده راجل كله بركة، راجل كله قداسة، راجل كله ريحته كويسة. وروح القمص دانيال كانت في المكان نفسه، وصلوات القمص دانيال في المكان نفسه. وخدت المية وغسلت، مسحت عينيها وهي عامية وفتحت. هو نسي موضوع السرقة لما دخل وشاف المنظر ده وشاف الحلاوة دي كلها، وربنا وراه خطوة بخطوة عشان ربنا يغيره. فعلا تحول هذا الشخص إلى قديس تائب. ما عملش حاجة، الراجل دخل جوه يسرق، ربنا قال له تعالى أنا هسرقك. عشان كده اللي فيكم بيسمع القسمة بتاعت القديس ساويروس، عفوا صلاة الصبح للقديس ساويروس، يعرف مين هو ربنا، يعرف مين هو ربنا، ويعرف انه خسارة يحب العالم اكتر من ربنا، وخسارة يصادق حد اكتر من ربنا. يقول القديس ساويروس: ايها القوة المخوفة غير المفهومة التي الى الله الاب، الجالس فوق العرش الملتهب الشاروبيمي عن المسيح، والمخدوم من القوات النارية، انت نار آكلة إله، لأجل تنازلك غير الموصوف ولأجل محبتك للبشر لم تحرق يهوذا الخائن الغاش عندما دنا منك. لم تحرق يهوذا الخائن الغاش عندما دنا منك، بل قبلته قبلة المصاحبة جاذبا إياه إلى التوبة وإلى معرفة جسارته. فشوفوا ازاي بيكسب، وشوفوا ازاي ربنا بيعمل ايه مع اولاد. فشوفوا لما واحد زي القديس ساويروس بيقول الصلح ده بيبين ايه؟ بيبين محبة ربنا اللي ما تتوصفش. واحد خاين يدخل يسلم على ربنا، وربنا لا يحرقه بالنار، انما بيقول كده: القوة المخوفة غير المفهومة التي لله الآب، الجالس فوق العرش الملتهب الشاروبيمي، المخدوم من القوات النارية، أنت يا رب نار آكلك إله، لأجل تنازلك غير الموصوف ومحبتك للبشر لم تحرق يهوذا الخائن الغاش عندما دنا منك، بل قبلته قبلة المصاحبة جاذبا إياه إلى التوبة وإلى معرفة جسارته. عشان تجذبه للتوبة، تجذبه للتوبة وإلى معرفة جسارته. دي الحلاوة بتاعت ربنا. فأنت من ناحيتك فكر انك انت تتوب واطمئن جدا ان ودن ربنا جنب شفايفك، وربنا متشوق لخلاصك ونجاتك. اوعى تفكر انت متشوق لتوبتك قد اشتياقات ربنا لخلاصك، لا، هو اللي متشوق اكثر لانه كله حب، ولولا انت غالي عنده ما كانش يخلي ذاته وينزل من اجلك. اسمع التسبيحة لما تقول: لما نظر الى ذلنا والى عبوديتنا المرة، إلا ذلنا وإلى عبوديتنا المرة، طأطأ سماء السماوات. مثل ايه اكتر من كده حلاوة؟
ده انت تشوف واحد بيعيط تحت، اقفل الشباك يا فلانة عشان مش حامل الصوت اللي تحت. هو شخص رخنا ما احتملش، نزل من علو الأقدس علشان يرفعنا كلنا.